حبايب قلبي، صباحكم زي الفل وزي الورد. ربنا يا رب يجعل يومكم كده كله سعادة وكله هنا. تعالوا بقى لما اوريكم انا بعمل النجرسكو ازاي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين هنا انا جبت بصلتين وضربتهم في الكبة. النجرسكو يا جماعة اللي هي بالفراخ مش باللحمة يعني. هنا ضربت البصلتين خلاص. وبصوا نعمتها بقى شوية عشان ما تبقاش باينة كده في الفراخ. يعني ساعات لما كنت بغلط وبعملها على ايدي، اجي بعد ما اسوي الفراخ الاقيها كده ايه، حتة البصل كبيرة. فقلت لا، هضربها في الكبة احسن عشان كل ما تبقى ناعمة بتبقى مش باينة يعني. المهم هنا كنت جايبة نص كيلو بانيه. عايزه اقول لكم كنت هجيب اللي هو البانيه المقطع دوت، بيبقى قطع فراخ كده. بس دي بقى زي ما تقولوا بتبقى ايه، فيها دهن. ساعات بتبقى فيها كده حته عضمايه صغيره، فقلت لا هات يا بت نص كيلو بانيه احسن وانضف. فهنا بقى زي ما انتوا شايفين بقطعه بالمقص. عايزه اقول لكم بقى مشكله كل مره دايما عندي السكاكين تلمه، ما بتبقاش حاميه، فعشان كده بعمله بالمقص. والله عايزه كده ايه يعني، اتشجع كده واتشملل واخدهم كلهم اسنهم عند الراجل. لان فعلا لما باجي في حاجات باجي اعملها في المطبخ بتبقى السكاكين مش مساعداني. المهم زي ما انتوا شايفين، المفروض اصلا انا كنت تبلت البانيه الاول، بس زي ما تقولوا يعني انا مستعجله كنت عايزه اخلص، فاهميني؟ يعني كنت تبلته كده بشويه ايه، ملح وفلفل. بس في الاخر ايه، ما نفس التوابل بحطها اللي هي في التتبيله، هي اللي انا بحطها والفراخ بتستوي. المهم دي كانت اخر حته. عايزه اقول لكم يا جماعه، يعني بجد والله العظيم بعمل النجرسكو ده بيطلع تحفه. المره دي بقى خدمته وحطيت له كيلو ونص لبن. بصوا بقى هنا انا حطيت حته زبده خلاص. بحط بقى الفراخ تاخد صدمه كده زي ما بيقولوا. يعني ايه صدمه؟ يعني بديها كده تسخين وافضل اقلب فيها عشان يعني ايه مش تستوي، لا يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي. بخليها كده يعني لونها يبيض، وبتنزل كده الميه اللي فيها، وبعد كده بقى بروح حاطه التوابل اللي هي ايه. ما بحطش يا جماعه توابل كتير على فكره، مش بكتر التوابل. حطيت ملح وفلفل وشويه بهارات وخلاص على كده. اديتها تقليبتين وحطيت البصلتين اللي انا ضربتهم معاكم وشويه فلفل رومي. هنا بقى انا كنت عماله اقول بيني وبين نفسي ايه، يا لهوي ده انا كترت البصل، ده انا مش عارفه ايه. لا بعد ما الفراخ استوت عايزه اقول لكم البصل كان حاساه كده ان هو كان قليل. بس لا يعني لما بكتر لها البصل ما بتبقاش حلوه. المهم ايه، هنا الفراخ كانت استوت وطفيت عليها. طبعا شريف قال لي انا عايز اكل ملوخيه. المهم ده كان كيس ملوخيه من اللي انا مخزناه معاكم من ايام، طبعا ما كانش عندي غيره. يعني ده اخر كيس، لسه بقى هجيب تاني واعمل. يعني انا كنت عامله تقريبا كده كيلو ملوخيه على كيسين. وعملت كده من ايام، عملت كيس. في حد ممكن يقول ايه يا اختي، هو انت جايبه الملوخيه تخزنيها ولا تعمليها؟ اقول لكم لا، هي جت معايا كده والله. بس انا ان شاء الله هنزل السوق واجيب كده ايه كام كيلو، علشان طبعا ايه تقعد عندي فتره يعني. بس هنا بقى بحط الشوربه وحطيت مكعب الماجي. وقلت بقى ايه يعني ايه اجهزها بس كده لحد ما نيجي ناكل. وبعد كده ايه، يعني بحب اعمل طشة التوم يا جماعة واحنا بناكل. يعني خلاص هناكل اهو، عشان بس ما انطرش ان انا ايه اسخنها من الاول. وخلاص دي كانت شوربة كانت شوربة ايه، كانت شوربة فراخ كانت عندي في التلاجة. هنا بقى عايزة اقول لكم البصلة كانت هتتحرق مني. النار عندي يا جماعة مش مظبوطة، شوية تعلى وشوية توطى. فالمهم عايزه اقول لكم بقى على حته فصل حصل معايا ابن لذينه. هنا انا طبعا ايه الاول، زي ما انتم شايفين التومه اهي. وكنا هنا ايه خلاص يعني ايه، طبعا الاكل ده احنا مش هناكله في البيت عشان بس تبقوا عارفين. فالمهم عايزه اقول لكم يا جماعه، بعد ما حطيت صينيه المكرونه وظبطت الدنيا، حطيتها في الفرن عشان تستوي وقاعده في امان الله. المهم مش فاكره الشريف دخل المطبخ يعمل ايه على البوتاجاز يسخن. معرفش والله، كان داخل يعمل كوبايه شاي. بصوا الملوخيه خليتها بقى تخينه شويه، يعني هو بيحبها تقيله يعني. انا كده ولا كده انا عادي باكلها عادي اي حاجه. فالمهم هنا غليت ميه المكرونه اهيت وحطيت كيس ونص، كيس ونص مكرونه. بصوا انا كنت جايبه كيسين مكرونه، حطيت كيس ونص. وهنا بسيح الزبده عشان اعمل البشاميل. المهم هحكي لكم دلوقتي على العبط اللي حصل. المهم هنا حطيت بتاع دوت، اللهم صل على سيدنا محمد. انا كنت عايزه احط على فكره مع الزبده حته سمنه بلدي،
بس رجعت قلت لا، ما هو شريف بياكل المفروض حاجات الدهنة فيها قليلة، يعني الدهون قليلة، والزبدة بتبقى صحية. فقلت لا بلاش، هحط حتة زبدة وخلاص على كده. حطيت بقى شوية دقيق، بس انا بصراحة كترته شوية عشان ايه، انا بحب يا جماعة اعمل البشاميل كتير، بيخلي المكرونة روعة تحفة كده. هنا بقى كنت غالية كيلو ونص لبن، وبعد كده ما حمرت الدقيق مع الزبدة، حطيت ايه اللبن وادي شوية شوربة وخلاص، واحط بقى شوية ملح وفلفل ومكعب ماجي، بيخلي بقى البشاميل تحفه. طبعا انا ايه ما كنتش بقى مجهزه، ولا مثلا هقول لكم جبنه موتزاريلا، ولا جبنه مثلا رومي مبشوره، ولا الجو ده. عايزه اقول لكم يا جماعه دي طريقه البشاميل بتاعت زمان، بس بجد حلوه جدا جدا والله، ما بشكر فيها، حلوه قوي. بصوا اللي بتاع بحبه كريمي، البشاميل اللي بحبه كريمي كده، يعني يكون ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تعالي بقى لما اقولك انا بعمل المكرونه ازاي، يعني بصوا طريقه كده ايه سهله وحلوه. لو عايزه تاكلي المكرونه تكون كلها فراخ او كلها لحمه، ما تحطيش طبقه مكرونه فوق وطبقه تحت والفراخ او اللحمه في النص. اعملي زي ما انا ما بعمل كده. بصوا، هتجيبي حبه فراخ كده صغيرين زي ما انا ما حطيتهم، وهتحطي المكرونه كلها، يعني المكرونه اللي انا سلقتها بحطها كلها، وعليها شويه بشاميل، وبروح يا جماعه مقلباها في بعضيها. هتقولي لي ليه؟ طب ما هو كده كده ايه، ما هو البشاميل برضك بيلحق الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. اقول لكم لا، لما كنت زمان قوي بعمل المكرونه بحط الفراخ في النص، تبص تلاقي نفسك بتاكلي الحته اللي في النص واللي فوق واللي تحت بتسيبيها. ليه؟ لان انت مش مطعماها حلو. طب جربوا بالله عليكم، لا تجربوا الطريقه ديت، هتلاقي نفسك بتاكلي المكرونه كلها حلوه، فيها كده فراخ او مثلا لحمه، فيها بشاميل كتير، فبتبقى بصراحه طعمها بيبقى في حته تانية خالص. هنا بقى زي ما انتم شايفين حطيت، يعني بعد ما قلبتهم كده مع بعض، احط المكرونه، احط نصها كده في الصينيه، طبعا انا كنت دهناها شويه زيت، بحطها كده في الصينيه واسويها، وبعد كده بقى اروح نازله بحبه الفراخ اللي هم الباقيين. لا بجد والله يا جماعه حلوه جدا. بصوا انا يعني يا دوبك هما حبه فراخ خدتهم هبابه صغيرين كده زي ما بيقولوا هبابه حبه صغيرين. بس هنا بقى بسوي الحروف وكل حاجه، وبعد كده بروح ايه نازله بقيه المكرونه وخلاص. وتعالوا بقى لما اقول لكم على الخيبه اللي حصلت. اتاري يا جماعه ان الانبوبه خلصت على الصينيه، وفين وفين لما شريف قام بيبص على البوتاجاز لقى ان الفرن اتطفى. طبعا الحمد لله كان عندي الاستبن مليان وربنا سترها، لان انا يعني انا بصور لكم الجزء دوت بتاع الفيديو ده كان الصبح بدري، كانت الساعه 8، يعني مفيش حد بتاع انابيب، بس انا دايما بحب ايه يعني الاستبن ده يبقى دايما مليان يعني. بس فربنا سترها وغيرناها وخلاص. هنا بقى يا حبايب قلبي ايمان من جوه، زي ما انتم شايفين حطيت الحبه الاخرانيين وبسويهم. وطبعا بقى عايزه اقول لكم ولا بحط بيض، البيض على فكره بيعمل زفاره، فانا من زمان بعمل الحركه دي، ما بحطش بيض خالص. هي اصلا الشوايه بتديها اللون اللي انا عاوزاه، يعني مش مستاهله. وخلاص على كده ودوا زي ما انتم شايفين البشاميل اهو. بصوا بقى انا بعمله يا جماعه كتير، هتكتري البشاميل المكرونه هتطلع معاكي حلوه، هتقللي البشاميل هتطلع معاكي مش حلوه. هنا خلصت خلاص واحطها بقى في الفرن. وطبعا اتبقى كده شويه بشاميل صغيرين، دول بقى ايه ركنتهم، يعني هشوف بقى هعمل فيهم ايه. لا بجد والله العظيم يا جماعه، يا سلام يا بنتي يا امان، تسلم ايدك والنبي عسل. كل حاجه جاهزه. السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ بصوا بقى طبعا شريف، شريف عيب يا شريف انت بتشتم. ايه ده؟ غرق نفسه ميه. عملت ايه؟ طب طب روح غير، روح غير. بصوا يا جماعه طبعا الاكل زي ما شفتوا كده عملناه مع بعض. بالنسبه للمكرونه اهي خلصت اهي، بصوا منظرها، بصوا تحفه جامده. وادي الملوخيه اهي. طبعا احنا لابسين، لان احنا الاكل ده يا جماعه احنا هناكله بره مش هناكله في البيت، فعشان كده ايه هتعمل ايه؟ هتغير ولا هتعمل ايه؟ لا. طيب المهم يا حبايب قلبي ده كان فيديو النهارده، وده كان غدا النهارده. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصل له كل جديد. انا كنت عايزه بس اوريكم حته كده من المكرونه، بس هي سخنه مولعه اهي، سايباها بس تهدى لان سخنه مولعه. فهلفها بقى في، احط لها كده غطا وهلفها في حاجه واحطها في الشنطه. وادي الملوخيه اهي، بصوا
طبعا الاكل ده يا جماعه احنا هناكله بره مش هناكله هنا، عشان كده انا ايه يعني تلاقوني كده لابسه كده ولابسه اللي على الحبل بقى وكده يعني. المهم يا حبايب قلبي عايزه اقول لكم المكرونه يا جماعه تحفه تحفه، ريحتها جميله. طبعا انا مش عارفه يعني اطلع لكم منها لاني سخنه خالص، مش عارفه حتى ولا ايه، مش عارفه هي سخنه قوي. المهم يا حبايب قلبي ده كان فيديو النهارده وده كان غدا النهارده، عايزاكم تحطوا لايك للفيديو. تعالى يا شريف صبح على الناس يا شريف. صباح الخير. عايزه اقول لكم كان فاتح الميه وغرق نفسه راجل لخمه. المهم يا حبايبي يلا بقى اشوفكم على خير، باي باي.